السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي مع سليمه، فيديو جديد ووصفه جديده ووصفه ناجحه كما تعودت عليا دائما. اكيد من العنوان عرفتوني علاش غنهضر اليوم. ياك المشكل اللي كيعانيو منه بزاف الاخوات خصوصا في هذا الصيف هذا، المشكل ديال السمرار ديال اليدين، سورتو هاد المفصلات هادو هنايا المرفقين، الكوعين، الركب، يعني بالفخذين، تحت الابطين، العنق، اي بلاصه عندك كحله في الجسم ديالك وبغيتي توحدي لها اللون ديالها وتبيضيها، اسمع لك غير بهاد الوصفه اللي غنعطيك اليوم باستثناء الوجه راني عاطيه الوصفات ديال الوجه، راه عندي بزاف في الصفحه ديالي غير قلبوا. هاد الوصفه هادي راها ناجحه وفعاله مليون في المية، ولكن راه مشكلتكم البنات انكم اما ما كتسمعوش المكونات، ما كديروهمش كما قايلهم انا، كتبداو عليا واخا نبدل هادي بهادي واخا نبدل هادي بهادي. وانا راه عاطيه بزاف الوصفات، مثلا التبييض كنعطي بزاف الوصفات باش انت شوفي الوصفه اللي عندك المكونات ديالها وديريها كيف ما هي، ماشي تاخذي وصفه وتبدلي لها المكونات راه غتولي وصفه اخرى ما تبقاش هي هذه اللي عطيتك انا، يعني حتى النتيجه ديالها غادي تبدل. اما المشكل الثاني انكم ما كتشوفوش الطريقه، وهذه مهمه وكنأكد عليها، سواء طريقه التحضير ديال الوصفه سواء طريقه الاستعمال ديالها. اغلبيه فيكم شنو كيدير؟ كيزيد الفيديو، ما كيشوفش داكشي كما هو وكيجي من بعد كيقول لي اختي ما وافقتنيش الوصفه. وانا متاكده من الوصفات اللي كنحط، انا ما كنحط لكم الوصفه هنايا في اليوتيوب حتى كنكون متاكده منها مليون في المية، وديما كنقول لكم وصفاتي مجربه والحمد لله وناجحه بالشهاده ديال الاخوات اللي كنبارطاجي معهم وصفات. يعني المشكل كيكون كما قلت لكم، اما انكم ما كتشوفوش المكونات مزيان او ما كتشوفوش الطريقه مزيان. فلهذا البنات الله يجازيكم بخير، ما تزربوش على راسكم، كملوا الفيديو ايطاب باغ ايطاب باش تشوفوا كامل، باش تستافدوا من الوصفه كما هي. تفهمنا الحبيبات ديالي؟ يلا وما تنساونيش بعدا بواحد اللايك الاولى، يلا وركوا لي على واحد اللايك، وما تنساوش تخليو لي شي تعليق زوين كيف ما كنعطيكم انا الوصفات الزوينه، حتى نتوما عطيوني التعاليق الزوينه باش نتشجع ونعطيكم اكثر واكثر. واللي باقي ما انضمش للقناه ديالي مرحبا به، ينضم للاسره ديالنا اللي غادا وكتكبر الحمد لله، وقربنا نوصلوا ل 100,000 ان شاء الله يا ربي، ونحتفلوا كاملين مع بعضياتنا. يلا اللي باقي ما انضمش للقناه ديالي يورك على هذا الجرس اللي يفعل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد ان شاء الله. على بركه الله غادي نبداو الكريمه ديالنا المعجزه اللي كتبيض لينا اي بلاصه عندنا كحله في الجسم ديالنا. ناخذ واحد العلبه ديال الزاج بهذا الشكل هذا اللي يكون عندها الغطاء ديالها وتكون معقمه بطبيعه الحال، وغادي ناخذ كريم غليسوليد البنات يكون اوريجينال، الا ما كانش اوريجينال ما غتنجحش معكم وصفه وغتجيو تقولوا لي راه ما بيضتش لينا المناطق السوداء. يكون اوريجينال البنات كنأكد. غناخذ منه 2 معالق كبار. غتقولوا لي باش غادي نعوضوا، انا صراحه هاد الوصفه كنديرها بهذا الكريم، ولكن كنظن ان ممكن تجي حتى كينطا في بلاصتو اولا السودو كريم، ممكن حتى ونخدموا بي او لا ديك دوسي او دوسيه ما عرفتش شنو سميتها. المهم انا كنخدم بهذا. غادي نضيف ليه هنايا الكركم. الكركم كما كتشوفوا معايا انا استعملت الكركم اللي كنطيب به النيت، انا ما عنديش فرق بين هذا ديال التجميل وهذا ديال الطبخ. كركم كنجيبو على يدي كنطحنوا على يدي، عارفه شنو فيه، غير ما تشريوش يكون يعني مطحون، يكونوا زايدين فيه شي ملونات ولا هذا داك ولا ما كيبغيش يحيد من الجسم. تفهمنا؟ كما شفتوا خديت منه رويس معلقه. وغادي نزيد الزيت ديال الليمون الحامض، زيت الحامض الاخوان في الجزائر القارص، زيت القارص غناخذ منه 2 معالق صغار صافي بهذا الشكل. انا نيت خوات لي القرعه ساليته حيت كنخدم به بزاف الصراحه. انا زيت الحامض كندير به بزاف د الوصفات هكا ديال الجسم ديال التبييض. وغادي نضيف كذلك زيت اللوز المر. زيت اللوز المر حتى هو رائع في التبييض البنات، داكشي علاش قلت لكم غير ما ديروش لوجهكم هذه الوصفه هذه، ديروها غير الجسم ديالكم، لان كاين اللي البشره ديالو حساسه من الحامض، كاين اللي البشره ديالها حساسه من زيت اللوز المر، يعني الوجه لا. خديت منه حتى هو 2 معالق صغار. وغادي نضيف كذلك زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين يكون حتى هو بيو طبيعي، الزيوت كامله تكون اصليه طبيعيه الا بغيتوا الوصفه تنجح معكم وتعطيكم النتيجه المرغوب فيها البنات. كنأكد اي حاجه عطيتها لكم قلبوا على الاوريجينال ديالها باش تحصلوا على النتيجه المرغوب فيها. تفهمنا؟ راه زيت داك كريم الجليسوليد اللي خدمت به في الاول راه كاين المزور وكاين الاصلي، ديما خذوا الاصلي. المزور ما غيعطيكمش التبييض اللي كتقلبوا عليه، يقدر يعطيكم الترطيب ولكن التبييض لا. هنا عييت الرش بالرشاشه ما بغاتش وانا نحيدها، وخديت منه هنايا واحد المعلقه صغيره، بارك غير معلقه صغيره ديال زيت الجليسيرين.
وغادي نضيف مايزينا او ما يسمى بنشا الذره، وحنا كنعرفوا حتى هي الدور ديالها في التبييض، راه ما كاينش شي وصفه ديال التبييض ما كنديروش فيها نشا الذره. منها كتبيض ومنها حتى هاد الكريمه غتعقد علينا شويه. غناخذ منها حتى هي واحد الملعقه كبيره تكون مملوءه. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الكريمه هادي. شتي شحال سهله وبسيطه ولكن النتيجه ديالها يا البنات روعه. انا قلت لكم غير تبعوها كما قلت لكم وغادي تشوفوا النتيجه بعينيكم. في اسبوع غترجعوا تقولوا لي سليمه سيري الله يرحم لك الوالدين. ونوضوا دابا شريو هاد المكونات وديروهم باش من هنا الصيف ان شاء الله يكونوا دوك ليديدات ودوك الركيبات عندكم بيضين وغزالين واللون ديالهم موحد. صافي كنخلط العناصر كامله مع بعضياتها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى كتنسجم كاع العناصر مع بعضياتها. صافي ها نتوما كتشوفوا الكريمه اللي حصلنا عليها هي هذه. دابا غادي نوريكم طريقه الاستعمال ديالها، غير خليكم معايا. ها هي الكريمه ديالنا وجدناها مع بعضياتنا. ياك شفتوا المكونات ساهله وبسيطه وعطاتنا هذا الكريم هذا المبيض الرائع الغزال في التبييض. خاص غير تبعوه كما غادي نقول لكم. تفهمنا طريقه الاستعمال ديالو؟ كتاخذوا واحد الكميه وكتطبقوها على البلايص اللي بغيتوا تبيضوا، مثلا على اليدين ديالكم. انا غالبا صراحه كنستعملوا اليديه. هذه الوصفه هذه كنستعمل اليديه والركب ديالي ولهاد المرفقين هادو. صافي كتاخذوا وبطبيعه الحال المنطقه تكون نظيفه، يعني سواء تطبقي على يديك ولا على الركب ولا على هنا ضروري تكوني منظفه المنطقه ومديره لها تقشير. واحد جوج المرات في السيمانه كديري واحد التقشير. ممكن ديروا التقشير يعني اي مقشر عندكم تستعملوا، او ممكن ديروا غير ديال القهوه والسكر والزيت. صافي المهم كاين بزاف المقشرات اللي بغيتو نقولوا منين نشاركهم معكم. كتكونوا مقشرين المنطقه مزيان وكتطبقوا على هاد الكريمه هذه على ديك البلاصه، كتمصوها شويه بحال هكا وكتخليوها. الا كنتو دايرينها في يديكم لبسوا واحد الليكات وخليوها ما بين نص ساعه حتى الساعه المكانه، ماشي مشكل. كانت في الركاب وهنايا ما عندكم كديروا الميكات صافي غير خليوها ارتاحوا ليا مع راسكم. ملي ديروها ارتاحوا. وحتى الكوعين اللي عندنا في الرجلين ديالنا ديروها طبقوا عليهم هاد الوصفه وخليوها وركزوا لي على هاد المفاصل هادو اللي كيبقاو كحلين هادو. صافي وخليوها كما قلت لكم ما بين نص ساعه حتى الساعه المكانه. وديك الساعه كتنوضوا وكتغسلوها وحاولوا تغسلوها باي صابون عندكم باش ما تبقاش لكم ديك الصفوريه وراه ما غاديش تبقى على حسابي. واخا تستعملوا الكركم، كاين اللي كيبقى يقول كركم التجميل كركم الطبخ، انا كركم واحد اللي كنطحنوا على يدي كنطيب به وكنستعملوا في الوصفات وكنديروا حتى في وجهي. راه شحال من وصفه سبق لي وشاركتها معكم ديال الوجه فيها الكركم وما كيبقى لا صفر لا والو. ملي كندير الوصفه وكنسالي كنغسل بالغسول ديالي ما كيبقى لا صفوريه لا حتى حاجه. بزاف الوصفات عندي وعندي حتى واحد الكريم ليلي الا بغيتو نشاركو معكم، واحد الزيت ليلي ديال الكركم كنديرو حتى هو رائع في تبييض البشره. نشاركو معكم كنديرو في الليل كيبان لك وجهي صفر وفي الصباح ملي كنغسل ما كيبقى والو. يعني ما تخافوش من هاد القضيه ديال الصفوريه. صافي غير ملي ديروها من بعد غسلوا ورطبوا يديكم. صافي رطبوا اي بلاصه درتو فيها ملي تغسلوا تساليو وعاودوا الترطيب. فهمنا؟ بالنسبه للدير ممكن تعاودوا ترطبوا بداك الكريم غليسوليد اللي درنا النيت في الوصفه. وبالنسبه للجسم ديالكم ممكن تستعملوا اي مرطب نتوما كتستعملوا. ملي تحيدوا الوصفه ديروا المرطب ديالكم. دوموا عليه يوميا البنات، يوميا. في اسبوع رجعوا قولوا لي شنو لاحظتوا. صافي في اسبوع كنعطيكم اسبوع الا داومتوا عليه يوميا كما كنقول لكم. وماشي ديروها وتخرجوا للشمس، ديروها وتخرجوا في بدايه النشره ديال في الحوايج ولا في بدايه مني ديرها حتى الليل تكوني غتنعسي ديريها وغسلي موراها وسيري نعسي. صافي ديما هاد الوصفات هكا حاولوا ديروهم من الليل. وهنا عطيتك اسبوع تبعيها ورجعي قولي لي شنو الاخبار، واش بيضوا لك دوك اليدين ديال ولا لا. صافي يلا الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على القلوبه ديالكم وما نكونش كنطول في الهضره كما كتقولوا الى اللقاء.